حبايب قلبي مولولي، ازيكم يا حبايب قلبي؟ اخباركم ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. وحشتوني كتير كتير. جايين بقى مع بعض كده بروتين بقى تشجيعي في الأوضة. نمسك الأوضة. بصوا الجو حر حر جدا جدا، خنقة خنقة. بصوا بقول لكم الجو مخنق يا جماعة، الجو خانق جدا. الجو بجد الواحد مش مستحمل الجو يعني. ربنا يقوينا كده، وربنا يعني يرطب على قلوبنا كده لغاية لما الصيف يخلص. انا بجد ما بحبش الصيف خالص يا جماعة. لو انتم متابعيني ويعني عارفيني، انا ما بحبش الصيف خالص. انا يعني من محبين الشتاء. الشتاء دي ادمان ادمان. هنا نوسة عايزة تنتحر، مش عارفة هي عايزة تنتحر ليه. كله يقول لنوسة بلاش تنتحر يا نوسة. المهم يا حبايب قلبي، ننزل نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام في الكومنتات يا حبايب قلبي. بسرعة بسرعة كده، عشان لو انتم من متابعين ام لولي اكيد عارفين ان ده اكتر كومنت بيبسطني، ذكر النبي عليه افضل الصلاة والسلام. طبعا بقى زي ما انتوا شايفين الجو حر، فقلت بقى ايه، امسك الملاية كده بتاعت السرير، اشيلها واشيل اكياس الخداديات، وانفض بقى السرير وانفض الستارة وانفض شباك السرير كده، يعني عشان برضو ايه، الصيف عايز نظافة. يعني هو كده كده في كلتا الحالتين، سواء شتا صيف، البيت بتاعنا لازم يبقى نظيف ورايق وريحته حلوة ونظيفة، بحيث لو جالنا ضيوف في اي وقت تبقى دنيتنا نظيفة، ما نبقاش ايه، نتكسف قدام اي حد يخش بيتنا. تمام يا حبايب قلبي. بس الصيف بقى محب للترويق اكتر، رغم ان هو متعب. يعني في الصيف ان انت تروقي وتروحي وتيجي وتشيلي والكلام ده كله بيبقى متعب في الحر، بس هو محب للترويق اكتر، بحيث ان انت بيتك يبقى نظيف على طول، ريحته حلوة على طول، مهوية الدنيا على طول، فاتحة الشبابيك. فاهمين انا اقصد ايه؟ الشمس تخش الشقة كده. فانا بصراحة قلت بقى ايه، ما بدهش، امسك الملاية كده اشيلها وانفض السرير تنفيضة كويسة، وانفض الستاير تنفيضة كويسة، واجيب ملاية نظيفة كده مغسولة وريحتها حلوة وافرشها على السرير، عشان الدنيا تبقى ايه، نظيفة كده وجميلة والصيف بيحب النظافة. هي عامة الست الشاطرة كده تحب النظافة، متحبش ان هي تبقى قاعدة وبيتها معفن من حواليها. طبعا بقى لو انت لسه جديدة معايا في القناة، مش عايزاكي بقى تنسيني بالاشتراك وتفعلي زر الجرس وتدوسي على كلمة الكل، عشان يوصلك من اختك ام لولي كل جديد. وطبعا بقى شيرك لاهلك وحبايبك واصحابك واخواتك. مش هوصيكي بقى، مش هوصيكي توصي بيا كده من غير ما انا موصيكي. طبعا بقى يا حبايب قلبي ايه، بصوا الملاية دي بقى، بصوا بتحسسني بالبهجة، بحب الملاية دي جدا. إيه لو حلوة قولولي في الكومنتات ان هي حلوة. بس هي يعني بصوا، رغم ان هي تحسوها مضلعة كده وفيها مربعات، بس انا يعني بحسها ايه، 3D. فاهمين انتوا؟ تحسوا انتوا داخلين في عالم تاني كده. بتحسسني، مش عارفة هل ده احساسي لوحدي او انتوا شايفينها كده، مش عارفة. بس انا يعني كاحساسي كده، وانا شايفه الملايه المربعات اللي فيها كده، بتحسسني ان انا داخله في عالم تاني كده. مش عارفه، هي بتحسسني بالبهجه. معرفش ده بقى ده احساس طبيعي ولا ده هبل مني، مش عارفه. المهم يعني نديت شكل حلو للسرير وادوني رايكم فيها. وهنا بقى ايه، كنت بحط بقى اكياس الخداديات، برضو غيرت اكياس الخداديات، وقلت بقى مش هفرش الدفاية، هشيلها، لان كده كده اصلا ملهاش لازمة، لان الدنيا اصلا حرانة. اصلا كنت حطاها كشكل للسرير، بس بصراحة لا، شايفة ان هي ملهاش لازمة. يعني عاملة زحمة على الفاضي، وفي نفس الوقت الجو اصلا مش مستحمل. يعني انت اصلا حتى لو كده هي كشكل بتوحيلك بالخنقة، يعني كدفاية او الكلام التقيل ده، يا لهوي في الحر اللي احنا فيه ده، لا لا بيبقى صعب الصراحة. بس وطبعا بقى يعني ايه، قلت اشارككم بقى يومي. انا طبعا ايه، صحيت من النوم الصراحة ما كانش ليا نفسي اكل خالص، يعني عملت لي كوباية شاي بلبن. قلت اشربها كده وبقسماطتين، لان بصراحة ما كانش ليا نفس الاكل خالص. الحر بيخلي الواحد مالوش نفس للاكل نهائي. فقلت يعني عشان اقدر اقوم واروق وكده، لان انا بصراحة في الحر
انا ما بستحملش الحر خالص والله العظيم يا حبايب قلبي. حطوا اللايك بقى يا حبايب قلبي. بصوا السرير بقى منظره عامل ازاي، بقى تحفه. كله يحط اللايك علشان خاطر ام لولي العسل. المهم انا بشكر في نفسي، انا بحب اشكر في نفسي، طبعا ما يشكرش في نفسه الا ابليس، بس يعني انا مش بشكر في نفسي، انا بس عايزاكم تحطوا اللايك لا اكتر ولا اقل. المهم انا بقى يا حبايب قلبي ما استحملش الحر خالص خالص خالص. لازم كده اول ما اصحى من النوم دايما بقى ايه بيجيبولي كده في البيت العسل الاسود. لازم يحطوهولي في البيت عشان اخد منه اول ما اصحى وقبل ما انام. لان انا من النوع اللي ما بستحملش الحر خالص. ببقى عايزه مقويات وكده. فتلاقوني بقى اول ما اصحى اخد معلقه العسل الاسود، وبعديها بقى ايه، فالصراحه ما كانش ليا نفس للاكل، فقمت عامله كوبايه شاي بلبن، وقمت جايبه بقسماطتين وكلتهم، وقلت بس عشان ايه اقدر اقف على رجلي كده واقف اروق الاوضه معاكم يعني. فطبعا زي ما انتوا شفتوا بقى روقنا السرير ونفضنا الدنيا. نعمل بقى التسريحه. التسريحة عندنا كانت متبهدلة، والمراية بتاعتها كانت محتاجة تمسح. يمكن أول مرة نعمل مع بعض التسريحة، بس أنا هوريكم دلوقتي التراب اللي على التسريحة. هتشوفوا المنظر دلوقتي، هتقولولي انتي معفنة يا ام لولي. اقول لكم لا والله انا مش معفنة ولا حاجة، بس مش عارفة واضح بالنسبة لكم ولا لا، بس هو والله كان كتير. بس انا والله العظيم انا مهتمية بالبيت، ويمكن على يدكم انا بعمل لكم روتينات وبنزلها. انا والله العظيم بنضف على طول، بمسح الخشب على طول، بس مش عارفة سر التراب ده بيجي منين. لو انتوا كلكم زي كده قولولي يا ام لولي، قولولي يا ام لولي. احنا كلنا في بيوتنا كده، مهما نمسح الخشب، مهما نروق، مهما نعمل، لازم يبقى فيه تراب، لازم يبقى فيه الكلام ده. والله العظيم انا على يدكم انا بروق على طول وبمسح الخشب على طول، بس مش عارفة التراب جاي منين. مش عارفة، مشكلة التراب دي بتبقى حاجة وحشة قوي. فقلت بقى ايه امسك التسريحه كده انضفها تنظيفه كويسه معاكم. يمكن اول مره ننضف التسريحه مع بعض، انا على طول والله العظيم بعملها بس مش بصورها يعني. بس المره دي بقى قلت ايه يعني كل مره بمسح معاكم الكومودينات، المشكله يا ستي يا ام لولي تمسحي معانا التسريح. فسيبنا من الكومودينات المره دي نمسحها ورا الكاميرا، ونمسح التسريحه مع حبايب قلبنا. المهم مسكت بقى ايه التسريحه، مسحت الجنب اللي انتوا شايفينه ده الاول، وبعد كده بقى قمت عامله ايه ماسكه المرايه همسحها برضو، بس امسح الخشب الاول اللي حواليها، وبعد كده هقوم مسحه ايه المرايه بقى بالمساحه. وزي ما عودتكم عشان برضو ايه المرايه ما تجيرش منكم، يا بمنديل يا بحته، يعني يا بمنديل يا بحته طريه كده عشان نكمل تلميع المرايه، عشان برضو ايه المساحه دي ما بتلمعهاش قوي. فنصيحه مني ليكي، لو انت يعني مش يعني اقول لكم على حاجه، زمان كان المرايات دي عارفين بنعملها بايه؟ بورق جرايد. والله انا زمان افتكر ان احنا لما ايام ما كان بيطلع الجرايد والكلام ده، انا ما اعرفش هو دلوقتي في جرايد ولا لا، لان الصراحه يعني السوشيال ميديا بقى خلتنا يعني نستغنى عن الجرايد والكلام ده. زمان كان اللي يلمع المرايات دي ويخليها بتبرق كده الجرايد، ورق الجرايد. يا خرابي بجد على ورق الجرايد، كنا نجيبه وبقى سواء ببخاخة، سواء بأي معطر، سواء بأي حاجة ان شاء الله، حتى لو بحتة مبلولة كده مسحتي المراية، قمتي جايبة ورقة الجورنانجي كلكعتيها كده في ايدك، وقمتي بقى ماسكة ايه ماسكة المراية مسحيها. يا خرابي كان بيدي لمعة للمرايات والإزاز والشبابيك اللي هي الإزاز والكلام ده. فعلا ورق الجرايد كان بيعمل لمعة يا جماعة. والله العظيم صدقوا نفسي أجيب جرايد حتى لو قديمة، أجيبها بس للمرايات، يعني مش عايزة أعمل بيها حاجة غير إن أنا أعمل بيها بس المرايات، لأن أنا بصراحة يعني مهما أعمل بالمساحة دي حلوة وكل حاجة، بس بضطر إن أنا أعيد عليها يا بحتة ناشفة، يا اما مثلا بمنديلين عشان المراية تلمع. وبصراحة برضو مهما اعمل مش هجيب نفس النتيجة بتاعة الجرايد. والله العظيم انا بصوا وانا بتكلم معاكم كده وبمنتج الفيديو افتكرت موضوع الجرايد ده. والله العظيم ايام زمان دي كان فيها حاجات جميلة قوي. لو انتوا برضو من بتوع زمان اللي بتمسحوا بالجرايد ابقوا قولولي في الكومنتات عشان اعرف ان انتوا وصلتوا معايا لحد هنا.
المهم والله العظيم بصوا أنا الموضوع خطر على بالي كده وانا قاعدة بتكلم معاكم. فعلا ايام زمان دي يا جماعة والله العظيم كان فيها حاجات حلوة كتير قوي 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 قوي. ايام ما كده كنت تصحي الصبح بدري، تنزلي تجيبي الجرايد، تنزلي تجيبي فول وطعمية وعيش. دلوقتي الواحد قاعد في البيت وكل حاجة بتيجي لغاية عنده بالتليفون، تتصلي بالمطعم يجيب الحاجة، تتصلي مش عارفة بالفرن تجيبي العيش. بص طول ما انت قاعدة في البيت الحاجة بتجيلك لحد عندك. بجد ايام زمان لما كنت تبقي قاعدة كده مكانك وتقومي واخدة بعضك وحاسة ان انت نفسك في حاجة ولا نفسك رايحة لحاجة تنزلي تجيبيها الصبح بدري. بجد كانت ايام جميلة والله العظيم. هنا بقى مسكت الأوضة كنستها، بس طبعا احنا يعني كذا مرة كنسنا مع بعض وكده، فايه في حاجات يعني انا مرضتش اطلعها لكم لان عملناها كذا مرة مع بعض. بس انا كنست الأوضة وتنيت الحافظة والسجادة وكنست برضو تحت منهم، وقلت بقى ايه امسح وكده وافرش بقى ايه المشاية بتاعت السجادة، لان انتوا عارفين ان انا حطاها ناحية التسريحة لان الحافظة دي من النوع اللي ايه مش بتثبت على الارض، فلازم اثبتها مثلا بالسجادة والمشاية وكده، بحيث يعني ايه عشان الحافظة تبقى ثابتة على الارض. مع اني والله العظيم عايزة اشيل الكلام ده عشان الدنيا حر، بس انتوا فاهمين بقى عشان الاولاد وكده عشان ما حدش يقع وكده يعني، فمضطرية وكمان عشان الحتة دي يعني ايه كبيرة فاهمين. بس يا رب بس فيديو النهاردة يكون عجبكم يا حبايب قلبي، وان شاء الله نعمل روتينات كتير مع بعض. وحابة اشكر كل الناس المحترمة اللي بتتابعني، حابة اشكركم كلكم والله العظيم، وحابة اشكركم على كومنتاتكم الجميلة. وطبعا بقى ما تنسونيش بقى في اللايك الحلو والكومنت الجميل اللي انا واخده عليكم يعني، واخده على الكومنتات الحلوه، او هو ده اللي انا عايزه اقوله، انا واخده على الكومنتات الجميله من الناس المحترمه، الكومنتات المحترمه. معلش انا واخده راحتي معاكم وبتكلم معاكم بتلقائيه، ما بحاولش ان انا اتجمل في الكلام. طبعا رشة المعطر اللي ما نقدرش نستغنى عنها في اي روتين خالص. انا مش عارفة المعطر ده لو خلص مني ومعرفتش اجيبه تاني انا هعمل ايه، هتبقى مشكلة بالنسبة لي. طبعا ده نهاية الفيديو بتاعنا، وباي باي يا حبايب قلب مولولي، واستنوني في فيديو جديد، وحطوا اللايك يا حبايب قلبي.